اللهم صبحنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، ويسر لنا دروبنا، ونور بنورك يومنا. صباح الخير والنور على حبايب قلبي اللي منورين الدنيا كلهم. انا مبسوطه جدا جدا، عايزه اقول لكم ان انا امبارح كده كنت اصلا بصور، وبجد كنت مبسوطه قوي قوي بالاقبال اللي كده حصل للقناه مره واحده، ما شاء الله اشتراكات كده. بس طبعا اصدقائي وحبايبي واخواتي اللي نوروا القناه جديد، بحب ارحب بيكم. طبعا نورتوا القناه، بس عايزاكم بقى تعملوا لايكات كتير كده عشان القناه ترفع اكتر واكتر معانا. بس قبل ما نبدأ الفيديو اقول لكم عملنا ايه النهارده، ما ننساش نصلي على النبي، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واللهم ارحم امي واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. هنا بقى ده كان روتين يوم الجمعة. صورته معاكم من اوله. طبعا اول حاجة صحينا، خدنا الشاور بتاعنا، اتوضينا وصلينا كمان. وزي ما انتم شفتوا الروتين بتاعي، غسلت اسناني، عملت ده الغسول اللي انا بعتمده الفترة دي، بجربه بصراحة، مرطب وشي وحلو جدا. هو مناسب لكل البشرات، ودي اكتر حاجة مريحاني، ان انا بحس ان بشرتي عادية ومايلة للجفاف شوية. فالغسول ده عجبني جدا يعني، مع المرطب برضو شان بتاعه جميل جدا، الاتنين مع بعض بيدوا ترطيب للوش حلو اوي. هنا بقى طبعا حضرنا الفطار كده، فطار سريع. آه عملت لانشون بيض، وكنت جايبة فول كده سخنته في الميكروويف. وقلت اجهزه بقى التجهيز العادي بقى، ملح وكمون وزيت وليمون، وبس كده. ده يعني اللي احنا بنعتمده. طبعا خليت بنوتي تجيب لنا طعمية. طبعا هي مش كتير عشان خاطر احنا يعني ايه، مش بناكلها قوي يعني. عايزه اقول لكم ان هي اتبقى منها كمان، يعني شوفوا قد ايه حبه صغيرين، واتبقى منها بعد الاكل يعني. وكمان طلعت جبنه، عملت جبنه طماطم ومخلل. عايزه اقول لكم طبعا قرنين الفلفل دول بتوعي انا عشان حراقين كده، اللي هم يفتحوا نفسي على الفطار. وهنا بقى بعد الفطار الحمد لله فطرنا. بعد الفطار بقى قلت اعمل حاجه حلوه كده، بالليل يعني، واحنا قاعدين كده بنتفرج على فيلم او اي حاجة ياكلوها. عملت كاستر، كان عندي حوالي نص كيلو لبن كده او ازيد شوية، كيلو الا ربع. فرحت على طول جايبة كاستر عندي على طول، ما بقطعهوش من التلاجة عندي، اللي هو تاج الملوك اللي انتوا شفتوه دوت. وريتكم العلبة بتاعته، حطيت منه معلقتين كبار ومعلقتين سكر، وقعدت هقلب فيها لحد ما ايه دابوا كده في بعض كده. بقى حطيتهم على النار لحد ما يبدأ لازم تقلبي فيه، عشان انت لو سبتيه ممكن يلزق، فطبعا التقليب ده اهم حاجة. فقعدت اقلب فيه لحد ما بدأ يتقل بقى، وجبت بقى الكوبات اللي انا هحط فيها وعملتها وصبيتها بس كده. يعني هو بصراحة كاستر يعني طريقته سهلة جدا ومش صعبة خالص. بصوا كده بدأ يتقل بقى، فانا كده اخدته ورحت رايحة اصباه على طول في الكوباية، وسبته يبرد كده حوالي 10 دقايق، واحطه في التلاجة ويبقى جميل. في ناس بتحب تاكله سخن برضو بيبقى جميل. هنا بقى بدأت احضر الغدا على طول بتاعنا. طبعا احنا قعدنا شوية وكده بس الفقرات ورا بعضها يعني. حضرت الغدا، هنعمل ايه النهاردة؟ نعمل مع بعض حواوشي، اللي هو في العيش ابو رده. انا بحبه قوي بالطريقة دي، وكان نفسي فيه من زمان قوي. على طول بنعمله في العيش اللي احنا بنخبزه، عجينة وكده، وبعد كده نعمله. لأ، أنا عايزاه في العيش أبو رده زي بتاع المطاعم كده. جبت حوالي بصلتين كده كبار، ومعلقة بصلتين كبار، وقرن واحد فلفل رومي، وضربتهم في بعض جامد يعني. يعني خليتهم يبقوا طريين، بصراحة ما خليتهمش يبقوا ناشفين. انا شفت ناس بتحب تعمل الحواوشي البصل بتاعه يبقى ظاهر، لا انا حبيت ان انا هنعم البصل خالص. وكنت عندي نص كيلو لحمة مفرومة. طبعا يعني زي ما انتم شايفين اهيت، هو حطيت عليهم البصل والفلفل اللي انا ضربته في الكبة. ورحت حاطه كمان بقى التوابل بتاعتي. عايزه اقول لكم كانت جميله جدا، ووصفه تحفه وسهله، ما خدتش حاجه. وطبعا روتين بقى، عشان يوم الجمعه ده روتين الاجازه، روتين الروقان، فما ما بيحبش روتين اللمه.
فما بيحبش إن هو يكون فيه حاجات كتيرة يعني. فأنا حبيت إن أنا أعمل اليوم ده وصفة خفيفة وكمان أنا كنت نِفْسي فيها. حطينا إيه بقى على التوابل مع اللحمة والبصل والقرن الفلفل اللي إحنا ضربناه، عايزة تزوّدي فلفل طبعًا زوّدي، في ناس بتضيف طماطم بس أنا ما حبيتش وما باحبش فما ضفتش. حطيت بقى 7 بهارات وملح وفلفل أسمر ورشة جوز الطيب، هو ده اللي أنا عملته بس ما حطيتش أي حاجة أكتر من كده. وهنا بقى سِبته بصراحة في التتبيلة شوية ييجي ساعة كده والّا ساعتين، ده كان بعد العصر، يعني أنا عاملة الكلام ده بعد صلاة الجمعة و والكلام ده بقى بعد العصر. فبدأت إن أنا أحطه بقى في العيش، خدت كده كورة كده كل كورة وفضّيت يعني وحشيت الرغيف كله، بس هو كَش، مش عارفة هو كَش ليه ما أعرفش. بس هو كَش في الآخر، يعني اللحمة كَشِت في الآخر في الساندوتش، بس قُلت بعد كده بقى هابقى أزوّد أكتر يعني. بصراحة جميلة جدًا، جدًا، أنا حاطة كده في الصاج، بس بعد كده هاروح جايبة الصاج الكبير خالص اللي هو بتاع الفرن، لقيته مش هيكفّي الصاج صغير، فرُحت جايبة الصاج بقى بتاع الفرن بتاعي ودهنته زيت تمام، ورُحت بقى حاطة فيه بقى إيه العيش بتاعي. هو 10 دقايق عايزة أقول لكم إن هو بياخدش على النار وقت خالص، 10 دقايق وتقلبيه مرة يعني مرتين كده والّا حاجة، وبيبقى جميل. وما تكتريش برضه تحطي زيت فوقيه، أنتِ لمّا بتقلبي بيبقى لسه في زيت تحت، وطبعًا اللحمة بتنزّل برضه نسبة دهون فيها، فأمّا تعملي بُصّوا كان شكله صراحة كان شكله جميل أوي، طعمه كان حلو أوي، أوي، يعني شكله كان يفتح النِفس وطعمه بصراحة كان أحلى وأحلى. أنا هنا كنت باوريكم من جوّه بس مش عارفة الكاميرا كانت نازلة شوية فما كانتش واضحة ليكم، أنا كنت باحسب إن هو ظاهر يعني. وعملت جنبها بقى سلطة طحينة ومخلل، هو كده كان عايز بس بيبس، يا سلام! بس بصراحة كسلت يعني. هنا بقى بعد ما اتغدينا وكل كده تمام التمام، في السهرة بالليل كده شغّلنا فيلم، فقُلت له خلاص بقى هاقوم أعمل كوبايتين كده نسكافيه سخنين، خلاص الجو بدأ يبرد ودي أحلى وقت أنا باحبه، والجو لمّا يبدأ يبرد، يا سلام! الشتا داخل بقى، الأجواء اللي إحنا بنحبها، مين زيي بيحب الشتا؟ هنا بقى عملت النسكافيه طبعًا، إيه رأيكم في المُجّين دول؟ مش عارفة وريته لكم على القناة هنا قبل كده والّا لأ؟ بس أنا لسه جايباها مُجّات اللي جوزي كان جايبهم لي في عيد ميلادي، مُجّات القابلز دي على فكرة. يعني أنا عايزة أقول لكم إن أنا باعمل نسكافيه وباشرب نسكافيه في نفس الوقت. هنا بقى البرنجز اللي كنت منبعوه وكان عندي لاب فكده حطيته وقعدنا والعيال كانوا بيلعبوا، فقعدنا كده على روقان شوية من غير العيال. هنا بقى بعد ما ناموا رُحت أنا قايمة كان في حبة حاجات كده قُلت أشطّب المطبخ قبل ما أنام، عشان أنا لمّا باصحى الصبح والمطبخ رايق يعني بيخفف عني حاجات كتير بصراحة. فرُحت بقى دخلت كده كنت جايبة بس صابون مواعين جديد اللي هو في وفير الإزازة دي ب20 جنيه، بصراحة حلوة أوي يعني. هنا بقى وكنت برضه جايبة ليف المواعين ده لسه جايباه جديد، فقُلت بقى إيه، أغسل حبة المواعين كده، في حاجات تحفّز إن أنا أغسل المواعين قبل ما أنام. وحطيت في الكاتل بقى صحيح، قُلت الكاتل حسيته كده من جوّه مش أحسن حاجة، فرُحت حاطة معلقة ملح ليمون وسِبته يغلي جنبي وأنا باغسل المواعين. وهتشوفوا دلوقتي جِبت حاجة جديدة جميلة جدًا، هي نازلة ترند هي مالية النت أصلًا، آآ فقُلت لازم أجرّبها بصراحة، وفي كذا حاجة كده لو جبت يعني هي لو طلعت حلوة فعلًا هتوفّر عليَّ حاجات كتير أوي. وإحنا دلوقتي بصراحة بندوّر على الحاجات المُنجزة بالنسبة للدروس والمذاكرة والحاجات دي. طبعًا أنا باحب أضفّي المَيّة بالسخنة بالملح ليمون في الحوض بيدّي لمعة للحوض بتبقى جميلة أوي. إيه اللي أنا جِبته بقى، جِبت اللي هي المناديل اللي هي بتاعة الدهون، إزالة الدهون، بصراحة طلعت تحفة أوي، أوي، أوي. وهتشوفوا دلوقتي وأنا بامسح طبعًا أنا غليت نضّفت الكاتل من جوّه، بس الكاتل من برّه مطرح إيديّا، مطرح حاجة في تراب كده، فأنا قُلت بقى إن أنا ألمّعه. عايزة أقول لكم خلّوا الكاتل من برّه كأنه جديد، والحتت البيضا دي كان فيها كذا بُقعة صفرا في ثانية، في ثانية إلا ثانية. شوفوا أنا باعملها إزاي، خلّيته يلمع، بُصّوا أنتم شايفين اللمعة؟ هو والله بجد هي مناديل تستاهل بصراحة تحفة، تحفة، تحفة. والباكيت كان عامل 45 جنيه. بُصّي هو أنا أول مرّة أشوف الكيس حتى أنا كنت باقول لها لأ أنا كنت خايفة منه إن هو يطلع إن هو مش النوع الأصلي يعني ويطلع وِحِش،
فكنتش خايفة، قالت لي: "لا ما تخافيش والله كلّه نفس يعني كلّها شركات بس هو حلو يعني." بُصّوا بقى البقع برضه اللي على الحيطة في دهون أهيّة، أنا قرّبت عليها بُصّوا بقى أنا ماسحة نفس المسحة دي كده، وكان البتاع ده برضه كان عايز يتلمّع، لمّعته زي ما أنتم شايفين كده سريعًا. وهو فعلًا اختراع جميل، لو لقيتوه هاتوه على ضمانتي. وده كان فيديو النهارده، يا رب